2025 زوز منتخبات تواجهوا 31 مرة قبل. فازت المغرب في 18 مباراة، انتصرت السنغال في 7 مباريات، وكان فما تعادل في 6 مواجهات. المنتخب المغربي يسعى لمواصلة سلسلة اللا هزيمة اللي بلغت 26 مباراة منذ خروجه من الدور السادس عشر في النسخة الماضية 2023 أمام جنوب إفريقيا بزوز أهداف نظيفة قدام شباك نظيفة في المقابل، مع التذكير أنه بحلول النهائي زوز منتخبات هذوما يكونوا دون هزيمة منذ بداية البطولة. نحكيو على زوز منتخبات ما انهزموش من بداية البطولة. أبرز الأرقام اللي تخص المواجهة هذه: السنغال سجلت 12 هدف، استقبلت هدفين. المغرب سجلت 10 أهداف، استقبلت هدف وحيد. المغرب حافظ على 4 شباك نظيفة في البطولة حتى نصف النهائي، رقم قياسي لأسود الأطلس في نسخة واحدة من البطولة. المغرب سجل 5 أهداف من الركلات الثابتة لبالاغيتي كما يقول الطلياني، أكثر من أي فريق آخر في البطولة في كان 2025. السنغال نجحت في التسجيل في جميع مبارياتها في الكان. المغرب سجلت في كل المباريات باستثناء مباراة النصف النهائي ضد نيجيريا. من 2004 ما وصلش المنتخب المغربي إلى نصف نهائي البطولة. بلغ المنتخب المغربي النهائي الثالث ليه بعد تتويجه بنسخة 76 وخسارته اللقب ضد تونس في 2004. المنتخب السنغالي كان وصل للنهائي الرابع ليه بعد تتويجه بنسخة 2021 على حساب المنتخب المصري، وخسارته كل من نهائي 2019 ضد الجزائر و2002 ضد الكاميرون. طلياني ناولش نتعداو توب اكتو. ايش خليتنا قوية برشا مي سي فري فون معناها التقييم الرقمي يعطيك فكره علاش زوج جا. وانا خديت واحد كيفاش عنصر اللي في الدفاع، واحده قبلت بونت الاخرى قبلت زوز. وقت نتكلموا على الدفاع ما نتكلموش على الاربعه، نتكلموا التنظيم الدفاعي الجماعي. شكون اللي يبدا بالعمل الدفاعي؟ هما الزوز الاولانيين واحنا راجعين، ماهوش معناها 4 ولا 5 الاخرانيين ولا الفكاك اللي يقعد الفكاك. والله ماني عارف معناها شو يا كابتن. تو الموند اي كونسيرني بار لا ريكوبيراسيون، استرجاع الكرة عند الناس الكل، مش واحد برك هيك تفك انت شكون تعطي. هذا مش ما شو اللي خلتنا تو، شو اللي خلتنا معناها المغرب اللي عاشته المغرب يمكن ما عاشوا حتى فريق اخر من الضغط. وانا مشيت وريت لونغومون بوبيلير والاستثمار اللي عملوه في البنيه التحتيه والدنيا كل، والكل هذايا هو الموعد تاع الفينال. الناس الكل ماشيه للفينال، وفي الفينال فما خطوات كل فريق لازم باش يلقى هذا. ولكن وانا وقت اللي جدتني هي قالت لي 4 فرق، قلت لها كاس اوروبا مش كاس افريقيا. يفودير خاطر يلزموا نعملوا الفرق بين الكره الافريقيه واللاعب الافريقي اللي متكون في اوروبا. كان عاش فهموني ولا صحيح. معناها ما نقولوش كره افريقيا، نقولوا اللاعب الافريقي المكون في اوروبا هو اللي يعطي الاضافه. وقتها قلت راهو عندهم معناها مواصفات لا بيسانس لا فيتيس وكذا كذا، مي عندهم دي جوار ديسيزيف. تعرفش عليه شكون تلعبونه ما تعرفش عليه وقتها شكونه اللي ماركي لك بونتو، اللي ينحي بونتو من الشبكه اللي كذا، اللي 3 بيلانتي الاخرانيه شكون ماركيهم؟ حكيمي. لي 3 بينالتي الاخرين شكون تعدى عليهم؟ حكيمي، بونو، منا، نصيري لقى روحه معناها مسؤوليه تاع 40 مليون مش هنا. وفي البيلانتي توا ولو مش ناخذ شويه من الامور نتاع يونغ في البيلانتي يصير فصل بين الفرد والمجموعه. انت كي تغلط في الماتش عندك شكون يغطي عليك. والله كي تبدا ماشي من السونتر حتى البوينت بيلانتي 11 متر تجيك 200 فكره، كان نحطها من غادي، كان نجيبها من غادي، كان نفلتها، كان كذا. فو افوار دينار مش دينار، فو افوار كونفيونس ان سوا اوسي سي لو بلان تكنيك سي بلان كذا. دونك البارح باش نخلي الاولاد راهي لي بروف سي اون بروف انيومان يكذب عليكم سهله، حتى مارادونا فلت فهمتني. دونك المغرب هذا الكل وصلت له بالتنظيم العالمي بشهاده كل اللي جاوا
وهذا كما قلت لكم سي اون افون بريمير نتاع كاس العالم. دونك انا وشفت وقت اللي قلت انت في البينالتي كابتن وانت الادرى الملاعبي انفصال من المجموعه يخرج من المجموعه، لكن كي تبدا فما خدمه كبيره في الفيستير وكي تبدا فما روح نتاع مجموعه كي الملاعبي يفلت البينالتي في نهار كيما البارح ويلقى اصحابه الكل يجريوا باش يعنقوه باش يبوسوه ويلقى بونو يقولوا وين باش نفك بعدك توا وفك بونو بعده. هذيك تفهم وقت اللي هما راهو فما ملاعبيه قابلوا بعضهم اول مره واكثر من شطر المنتخب المغربي راهو ماهمش يلعبوا ماهمش ملاعبيه يلعبوا لبرا. اما كيف ولا فيها علم المغرب ولا شفناهم الكل جسم واحد فريمون فما اونتونت غريبه بين الملاعبيه. وفما كيما قلت انت بونو وانت مره في الاوف دكتور في نقاش من النقاشات ما تفجعش مش نقول حاجه لا على كاس العالم قلت لي راهو ما فماش فريق الجول نتاعو ماهوش اكسترا اوردينير ينجم يهز الكوب دافريك. لا ما فماش. راهو المنتخب لازم جول اكسترا اوردينير ويلزم ملاعبيه كل حد في بلاصتو فاهم روحه بالحق فاش قاعد يعمل. جوستومون مش ساهل. جوستومون نحن خلينا نحكيو على تونس وعلى الجول نتاعنا مثلا. عام 78 نحن تعدينا لكاس العالم وكنا معناتها البلد الوحيد المشارك من افريقيا ومن المشارك هذيك افريقيا ولات عندها زوز. شكون اللي عدانا؟ ضد المغرب. عطوا جناح 3 بينالتيات ولا زوز. تاع شكون؟ تاع فرنسا الله يرحمه ما ادراك. دونك الجول الكبار هما اللي يخلقوا معناتها ما ثماش جمعيه دايور البرازيل تاع 82 86 سي اون ايكيب ماجيك. ما نجمش تهز كوب دو موند ما عندهاش جول بعد ما عملت دونك لو بوست كلي الجول لا سونترال الميليو تيران لافون سونتر هذوما سي دي بوست معناتها هما اللي يعملوا ديفيرونس. وبالنسبه للبينالتيات راهو كما قال الكابتن معناتها ينعزل عن المجموعه يمشي وحده يتحمل مسؤوليته انومان انا بيدي معاه معناتها سانتي من غادي معناتها بوتو غارديان يعمل لك هذه فينومينال بون يا زاد دي بينالتي جولات يتحملوا فيهم مسؤولياتهم يشوتوا دي بينالتي جاج يحب يزين برشا يحب يقدس الكره يحب موجود زاد فهمت. دونك فوالا على الاحصائيات اللي عطيتهم انا والله كي قلت المغرب والسنغال ما عملوا حتى هزيمه. خممت ديريكتومون في ليكيب ناسيونال شو الفرق معناتها نحن عملنا هزيمه واحده روحنا في الويتيام في الكوره خسرنا كان مع نيجيريا مو هكا ولا صحيح. دونك شوف معناتها في لي كومبيتيسيون هذوما اون ديفيت تنجم تقلب كل شيء. والكلمه اللي تحبها اللي يسالك عليها صاحبك الكلين شيت هي قالتها يسموه ملاعب يسخيبوا قالوا ولا ملاعب يجيبوه سيقاد كلين شيت كلمه عليه بك هذايا الكلين شيت زاد الديفونس ولي غارديان والميليو تيران والبريسينغ يبدا من لاتاكون فهمت ما يخليش الكره تخرج مرتاحه والميليو تيران وقتها يفك اسهل انيماسيون دو جو كامله. انا مانيش تكنيسيان مي نسمع لي تكنيسيان شي يحكيو هذا شي يحكيو يقول لك معناتها سي ان ترافاي كوليكتيف لانيماسيون ديفونسيف ولا اوفونسيف كلها كوليكتيف. دونك فوالا كوليكتيف. والناس اللي تفهم البارح قالوا اللي شافوا منتخب المغرب وقت اللي حد فيهم يغلط ديما فما شكون يكوفري عليه فما شكون وراك ديما باش يصلح الاغلاط باش يفك انت ما نجمتش تفك الكره وغيره. فما ملاعبيه البارح لعبوا في لي بوست نتاعهم والبرا من لي بوست نتاعهم خاطر كان فما هدف واحد انهم يوصلوا للفينال. وهذا راهو درس من الدروس اللي لازمنا نتعلموه. بلاي اظن لي فما الفيديو موجوده نتاع الكوب دو موند 78 لي زاري اللي عملهم صادق ساسي عتوقه ضد المغرب قدام فيلاج ليسبيرونس في الكاج اللي قدام فيلاج ليسبيرونس. بالله يتفرج فيهم سمع شوف معناتها نحن كيفاش كنا وكيفاش ولينا وكيفاش ما بنيناش على 78 وكيفاش في اللي زي ما نتوار راهو عمل ماتش بطولي ضد المغرب في المغرب 0-0 ضد المغرب في المغرب في نيجيريا راهو عتوقه يفوت دي لا فيريتي معناها اخونا وصديقنا ونحبه كذا وايقونه وعشيري ايقونه الكره استحقاق. انا عطيته استحقاق حتى النيلي ما نساوش. تبقى لا رومارك اللي قلت الناس كل هذو متكونين في اوروبا. كي يتكونوا في اوروبا فما عقليه احترافيه اخرى. ما معنى كي نجي انا نبوسو اللي فلت خاطر انا فلت ونجم انا نفلت كيف
دونك ما فماش ياكل شو يقولوا معناها صحيين، فهمتي؟ دونك انت كي تحط نصيري وتحط حكيمي، انا عملت دومي فينال نتاع كوب دي موند برتغال فرنسا، جات بيلانتي جول تاع البرتغال، مش نقول لك عايف الناس الكل، جات بيلانتي زيدان شو باش يعملها؟ وعمل في الفينال بانينكا. تعرف ايش تعمل بانينكا؟ معناها يلزمك عندك ثقه وتكنيك وشيء غريب، وعندك صلابه معنويه باش تضربها كيف الوسط وكذا، فهمتي؟ دونك راهو زاد فما ما عند ربي، فما ناس قويين ذهنيا، قويين ذهنيا، ولا سيتو ان شاء الله قولوا لنا توا بالذهن نمشيو اليوم. انت حكيت على اشرف حكيمي، السهريه اللي انت كنت حاضر فيها كابتن اشرف حكيمي بتروتينات معناها الراجل راهو راجع من اصابه خايبه. شوفوا البارح شنو البيرفورمانس اللي عملها سور لو تيران، من يرجع هو ولات مغرب اخرى ولا ارير دروا وارير جوش اسمه يلعب في منزولي، لا ارير جوش اسمه ما فهمت. اي عرفت نتاع مانشستر، عندك واحد يلعب مانشستر وواحد في شامبيون دو تبقى وش يقول حكيمي؟ قال نشكر باريس سان جيرمان اللي هي هيئتني للمنتخب، هيئته على عملته، مش نقول لك انا ريت تصور سي كيلكو شوز ديكستراوردينير، معناها لا ريدوكاسيون، واصعب حاجه ريدوكاسيون، وجاته ضربه خايبه في الاخر. ما هذا علم يا كابتن، كي الناس تبدا مع علم ما تخافش، كانوا قالوا مش يرجع بعد 3 شهور، رجع بعد شهرين وكذا، وهذيك بيرفورمانس اكسترا اوردينير. سيد العميد توا نسيبك اللي قال لك مصر مش على الفينال شو عملنا فيه؟ والله يضر بكاش جمدها. لا هو انا بحذاها نتفرج مع عاد نعرفش قال لي السبب المصيبه تاع مصر المدرب نتاعها برشا. قال المدرب ماهوش مستوى، هو يقولوا مدرب بعد ما يقولوا لا هو التجميد تاع مصر مشكل السيد العميد، السيد العميد وطارق خليني نفهم. انا نمشي معاه سيد هذا البارح تحليله ايش قال لي الخطوط متباعده، الزوز نتاعو معناها فاقوا بهم، قراهم مليح السينغاليين، قراوا المخطط تاع الانطون هذايا ايزون ايزولي، خاطر مصر كيش كان تلعب. هو فسر لي قال لي كان تلعب بالتالي وتعمل دي كونتر اتاك بتمرك. يا اخي السينغاليين عملوا ما عملوش عليهم بريسينغ، خلوهم يلعبوا في الوسط، فهمتني؟ حتى لي نومهم ما قالكش طلعت غلط، لا مش قال لي ممرن كيفاش ما ردش الفعل، لانه هبط المخطط وقعد به. والعكس نتاع المغرب اللي تعرف قوه نيجيريا فك الديو هذاك معهم لوكمان 3 وقفوا، هي لا كونتر اتاك. المغرب ما لعبتش على قوه نقاط قوه نيجيريا لعبت على قوتها، مشاو قدام خلاو 50 متر راهو بور لا كونتر اتاك الاخرين، راهو مجازفه كبيره المعادله بين الهجوم وبين الدفاع. تفضل يونغ. نيجيريا اش عملنا فيها؟ بالله لا تذكروني. لا فسختها بالك شنو سامحني، ولا شاطوا شوطه واحده ماتش كامل. اي بالحق معناها انت فاناتيك وتتغشش؟ مش فاناتيك، لا مبروك عليهم المغاربه لعبوا. اي حبيت نيجيريا تربح، نحب الله غالب، للناس فيما يعشقون مذاهب. عندك نيجيري ولا شنو؟ اي والله ليه حديت عيني عليها، تفرجت فيها هي كأول منتخب بعد كيف ناسيونال، عجبتني كيفاش تكور قبل. العائله الكل قعدنا نتلموا قدام التلفزيون نتفرجوا على حاجه اسمها نيجيريا. جي اوكوشان ولا هيك الجيل هذاك فسخت ولا فسخت لا فيكتوار بيان ميريتي. وبالنسبه لطارق قول لك الغلط احساسك طلع غلط، لا يا خويا يعطي انا في الكوره ما تعرفش 50% قلنا شو قلتوا مصر سيد؟ لا قلنا مصر والمغرب. المغرب تعدت ومصر الغالب. المفيد حصلنا المغرب، حصلنا المغرب عنده نص نقطه ولا نعطيها لك تبع يفيد احنا توا رانا الكل مع المغرب. ان شاء الله يا ربي المغرب تزكو. نقول كلمتين على القوه الذهنيه. بالنسبه لي انا والله لا عاطفه لا شيء. نيجيريا اكبر مثال على القوه الذهنيه لسبب واحد، المنتخب اللي في اقل من شهرين يخرج من نكبه عدم مرور الكاس العالم الى انه يوصل دومي فينال وقاب قوسين او ادنى انه يكون فيناليست، وكان ينجم يهزها على ديتاي صغار. نجم تفهم مش معناها تحكم في الذهنيه، تحكم في المشاعر والاحاسيس السلبيه، الريزيليونس، القدره على انك ترمرم روحك بعد ما ابخيتو ما تعداوش راهو بالحق معناها تو لا ما نحكيش اللي صار وقت نجم انت تجي مفسخ هي صحيت معناها فوالا معناها راهو باركور كيما هكاك. خاطر كي نشوفوا نيجيريا جاتهم بول سهله
فيها فوالا. تونس والله قاعدين تونس تحاوروا وتنزانيا يا الاولاد قاعدين تحاوروا في اكبر مقدمه رياضيه. اي اي الشيء اللي قالته من الاول يا خويا انا قلت مش توبك خالك طليل. والله والله برافو. احنا يا على التصفيق على المقدمه الجديده. تفضل. سميح انا كي نشوفوا الاربعه اللي وصلوا دومي فينال نلقاو مصر تعديت من كوب دي موند، ايوه المغرب، ونلقاو السنغال. دونك نيجيريا تعتبر مفاجاه مقارنه بالبيرفورمانس الخايبه اللي عملتها شهر شهرين. والكاميرون ما مشيتش. نعم اي ما خلطتش الكاميرون بعيد زاد ما كما- مشيتش وما كما- خلطتش البعيد. شكرا.